السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى اشترينا شوية طلبات من السوق. رحت السوق النهارده يا جماعة واشتريت شوية خضار ب100 جنيه. طبعا كانت معايا 100 جنيه واحدة بس، فرحت السوق قلت يا رب يبارك وتكفي اللي هي ال100 جنيه. فربنا بارك والله في ال100 جنيه واشتريت شوية طلبات كتيرة. طبعا يا جماعة احنا في الأرياف عندنا السوق بتاعنا بيبقى يوم التلات، فأنا رحت السوق التلات النهارده واشتريت شوية طلبات. كان معايا 100 جنيه بس وقلت هشتري بيها يا رب تكفي، فربنا بارك والله وكفت وزيادة كمان. فطبعا في كل بلد يا جماعة ليها سوق معين، كل بلد ليها سوق معين. احنا تبع ملاوي، فالسوق بتاعنا كان التلات النهاردة. طبعا الخضار بيبقى سوق التلات ده بتبقى الأسعار متوفرة وبتبقى رخيصة. لكن أي سوق تاني يعني مثلا سوق الأربع، سوق الخميس، يعني يوم الأربع لو رحت أشتري خضار بيبقى الخضار دبلان كده وبيبقى غالي. يعني أنا اشتريت كيلو الطماطم دوت الكيلو ب5 جنيه. لو اي سوق يوم الاربع مثلا لو رحت اشتريت يوم الاربع غير سوق التلات دوت بتبقى الحاجه غاليه. يعني هشتري كيلو طماطم ده ب8 جنيه او ب10 جنيه. اشتريت الكرومبه دي ب15 جنيه، طبعا بتبقى متوفره يوم التلات بس. اشتريتها ب15 جنيه بس. فطبعا اشتريت الكرومبه دي، فطبعا لو اشتريتها في يوم العادي غير يوم التلات هتشتريها ب20 و20 جنيه. وطبعا اشتريت القرنبيطه الكبيره دي بسم الله ما شاء الله اشتريتها ب20 جنيه. اي يوم تاني ممكن ما يبقاش متوفر كمان القرنبيط والقرنبيط والكرنب مش بيبقوا متوفرين، ولو متوفر بيبقى غالي. اشتريت كيلو بطاطس دي ب5 جنيه اهو من السوق، واشتريت البتنجان الكيلو ب5 جنيه. يعني اشتريت شوية طلبات كتيرة جدا وبصل وتوم. يعني بسم الله ما شاء الله يا جماعة ال100 جنيه والله ربنا بارك فيها وكان فيها بركة جامدة جدا، واشتريت شوية طلبات كتيرة زي ما انتم ما شايفين اهو. فطبعا يا جماعة ربنا والله بيرزق وبيبارك برضو، مش كل حاجة كده، لا ربنا والله بيرزق برضو وبيرخص الاسعار زي ما انتم ما شايفين اهو. اهو يا جماعه شايفين بقى بسم الله ما شاء الله اهو زي ما انتم ما شايفين. الاسعار بتاعتنا. اشتريت طبعا الاسعار كانت رخيصه وفي متناول ايد الجميع. يعني يا جماعه ممكن يبقى معاكي 50 جنيه برضو هتروحي تشتري وتوفري وهتشتري طلبات كتير. ممكن معاكي 100 جنيه تشتري، معاكي 50 جنيه تشتري، معاكي 1000 جنيه برضو هتعرفي تشتري. فكل حاجه على قد اسعار. يعني مثلا في كرومبا ب15، في كرومبا تلاقيها ب20، في كرومبا تلاقيها ب10. في كل بلد، في كل يعني السوق في كل متوفر في كل الاسعار في متناول ايدين الجميع. طبعا والبتاع دهوت البتنجان ب5 جنيه. البطاطس ب5 جنيه. يعني برضو الاسعار في متناول ايدينا. يعني اشتريت برضو شويه الخضره دي كلها، شايفين الخضره قد ايه ب5 جنيه. اشتريت شويه خضره كتير للقرنبيط والكرنب ب5 جنيه. يعني برضو الاسعار كانت جميله في متناول ايد الجميع. برضو يا جماعه الاسعار كانت حلوه برضو وجميله برضو. ربنا يرزق الجميع يا رب ويرخص الاسعار تاني وتاني. اهو يا جماعه شايفين، اهو شايفين يا جماعه. شايفين طبعا سعرنا كان جميل جدا جدا واسعارنا حلوه وفي بيتنا والايد الجميع. اهو شايفين، شايفين يا جماعه ربنا يا رب يوفقنا ويرزقنا. وطبعا زي ما قلت لكم في الاسعار الغاليه والاسعار الرخيصه. فانتوا شطارتك بقى بتروحي بتفصلي برضو. الحاجه ام 10 جنيه، في حاجه بطماطم ب5 جنيه. وفي ممكن تلاقي 3 كيلو طماطم ب10 جنيه بتبقى قوطة طرية شوية. يعني اللي انت عايزاه بتشتريه على حسب ما انت ما عايزة بتشتري. في بصل الكيلو ب15، وفي بصل الكيلو ب20 جنيه برضو. فعلى حسب ما انت ما عايزة بتشتري طلباتك. اهو زي ما انت ما شايفين. اهو يا جماعة اهو بسم الله ما شاء الله ربنا يزيد يا رب ويوفر معانا، وربنا وفر لنا برضو ووفرنا كتير وربنا رزقنا والحمد لله. اهو شايفين. قولوا لنا رايكم ايه في الفيديو بتاعنا، عرفنا نشتري النهارده ولا ايه؟ وهقول لكم الاسعار تاني. انا اشتريت الكرومبه دي ب15 جنيه، اشتريت القرنبيطه الحلوه دي ب20 جنيه، شويه الخضره الجمال دول ب5 جنيه. الكيلو اللي بتنجان ب5، كيلو الطماطم دي كانت ب5 جنيه الحمد لله رخصت. والبطاطس جبت الاتنين كيلو ب5 جنيه برضو، 2 كيلو ب10. والبصل كان الكيلو ب15. دي الاسعار العاديه اللي احنا متعودين عليها كلنا وبنشتريها.
اهو.